حلقتنا اليوم علامات يابانية في الجزائر لبعض تصنيع السيارات. كشف كونكو أكيرا السفير الياباني المعتمد لدى الجزائر عن زيارة مرتقبة لرجال أعمال وكبار المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين إلى الجزائر في الأسابيع القادمة، وقد تكون حسب تصريحه في فبراير المقبل أو موازاة مع انعقاد الدورة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالجزائر في مطلع 2022. وكشف الدبلوماسي الياباني خلال زيارة قادته يوم أمس إلى وهران عن أن متعاملين اقتصاديين يابانيين ضاعفوا اهتماماتهم بالاستثمار في الجزائر، وأن هناك نوايا صادقة لعقد شراكات عمل مع جزائريين في عدة مجالات حيوية، لا سيما في مجال صناعة وتركيب السيارات مثل تويوتا وسوزوكي وغيرها، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، الفلاحة، الاتصالات، الصناعة الصيدلانية، المنشآت الصحية الضخمة، صناعة السيارات. وذكر السفير الياباني هذا الاهتمام البالغ إلى تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر وإزاحة العديد من العقبات التي كانت تعترض شركات يابانية في سنوات خلت كانت تسعى إلى الاستثمار في الصناعات الصيدلانية والاتصالات وصناعة السيارات. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.